الكازاخستاني بملاحقة نزال. الحمد لله. أنا كان بودي أكون في المغرب عشان أشاهد الجمهور المغربي أو أشاهد الشعب المغربي هيكون. أنا أحس بيهم الآن. أنا أعرف الشعب المغربي يحب الملاكمة ويحب الألعاب القتالية. الملاكم يعني محمد ربيعي رفع رؤوس العرب بذهبية طبعًا اليوم. طبعا يا كابتن. أداء راقي، أداء راقي وتاريخ، أداء راقي. وتحية للجامعة المغربية للملاكمة، تحية للجهاز الفني بقيادة محمد مصباحي، تحية أيضا للسيد محمد لوميني. هذا الرجل قالها كلمة وأنا يعني يقول أي رئيس بعثة نحن نريد الذهب، ولكن هذا الرجل قال لن نرضى بالفضة. لن نرضى بالفضة. صح. ففعلا تحقق الأمل وتحقق أمل العرب، وبالفعل كابتن حسن الدوحة قدم الخير على الرياضة العربية والملاكمة العربية. إنجاز غير مسبوق. سلام، يا سلام على الفرحة، يا سلام على الذهب، يا سلام على طبعا يعني نشيد المغرب سنسمعه اليوم، نشيد دولة عربية، وهنا في بطولة قوية. شيء مفرح يا كابتن. الربيعي يا سلام مفرح. يا ربيعي يرقص ويشطح هذا الملاكم. براحتك يا ولد، تمتع ومتعنا معك وفرحنا بالفعل كابتن. وسجدة الشكر. يسجد ويشكر المولى عز وجل بالفعل. نعم يحيي أهله في المغرب والجمهور المغربي كالعادة. يعني لا شيء جميل والله يا كابتن، شيء مفرح. يعني شيء مفرح يا كابتن، شيء مفرح. يا سلام والله شيء مفرح يا كابتن. تمنيناها ووجدناها الحمد لله بقبضات محمد ربيع. ايوه الحمد لله. شيء جميل، شيء جميل. ولكن ملاكمة يا كابتن، فنان. البطولة يا كابتن مستوى عالي جدا، بطولة مستوى عالي جدا يا كابتن. يعني تاريخ الملاكم محمد ربيعي سطر الآن تاريخ العرب في الملاكمة. مظبوط بهذا اليوم. مظبوط يا كابتن. يعني من بعد حسين سلطاني الله يرحمه كان خط خطوات العرب في الملاكمة إلى وصولا إلى الميدالية الفضية في بطولة دورة الألعاب الأولمبية 2004 لمحمد رضا. هذه أكبر ميداليات حصل على العرب في الألعاب الأولمبية. أيوة. أما في يعني البطولات العالمية لم نرى هذا المستوى من ملاكم مثل هذا. سهل ممتنع. لا ولكن يعني أقول لك يا كابتن، بنيان قوي، أداء قوي، فكر